السلام عليكم. النهارده هتلاقي حاجة غريبة شوية بتحصل. في أسبوع واحد بس بنك قال إن الذهب رايح ل 4300 دولار، وبنك تاني قال إن هو رايح ل 4560، وواحد تالت قال إن هو رايح ل 5000 دولار. أما البنك الرابع قال لو الفيدرالي رفع الفايدة ممكن الذهب ينزل تحت 3500 دولار. كل واحد فيهم بنك محترم وليه وزنه، كله عنده فريق تحليل ضخم. فازاي بقى في اختلاف بالشكل ده؟ وليه في نفس الوقت في صفحات وقنوات بتعيد نشر نفس الخبر القديم وكأنه جديد؟ الحقيقة إن الموضوع مش تناقض، الموضوع إن كل بنك بيتكلم عن فترة زمنية مختلفة وسيناريو مختلف، وكل تقرير ليه تاريخ نشر بيفرق معاه. وده اللي هنفكه سوا النهاردة خطوة بخطوة، وهنبدأ بالصورة الجيوسياسية الكبيرة، وبعدين نوصل لقرار الفيدرالي والفايدة، وبعدين نرتب توقعات البنوك بالتاريخ عشان تبقى الصورة كاملة قدامك، وأخيرا هنوصل لحركة السوق المصري. أهلا بيك في نبضة جديدة من نبض الذهب. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يا ريت تشترك، فعل زر الجرس، وتضغط لايك. ولو في عندك أي سؤال ما تنساش تكتبه لي في الكومنت. أول نقطة معانا، إيه اللي بيحرك السوق دلوقتي؟ نبدأ بالصورة الكبيرة. من نهاية فبراير 2026 والمنطقة في حالة توتر عسكري ما بين أمريكا وإيران، وده أثر بشكل مباشر ومستمر على حركة الملاحة في مضيق هرمز، واللي بيعدي نسبة كبيرة منه من تجارة الطاقة العالمية. آخر تطورات لغاية دلوقتي في مطلع الأسبوع ده، القوات الأمريكية ضربت عدد كبير من الأهداف الإيرانية العسكرية الإيرانية بعد استهداف إيران لسفن تجارية في المضيق، وردت إيران بضربات على قواعد أمريكية في الخليج. الرئيس الأمريكي قال إن وقف إطلاق النار انتهى، وإن في محادثات مستمرة بس بدون ضمانات. من ناحيتها إيران رفضت استئناف أي مفاوضات غير مشروطة، والمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة رفضت رسميا أي ادعاء إيراني بالسيطرة الكاملة على حركة المرور في المضيق. يعني ببساطة الملف لسه مفتوح ومفيش حسم واضح للموضوع ده، وده واحد من الأسباب اللي بيسبب تذبذبات اللي احنا شايفينها في سعر الذهب والبترول مع كل خبر. المهم هنا ان تأثير الأزمة دي على الذهب مش بس بسيط زي ما انت متخيل. أي تصعيد بيرفع سعر البترول، وارتفاع سعر البترول بيرفع التضخم، وارتفاع التضخم بيخلي البنك المركزي الأمريكي أميل لرفع الفايدة مش خفضها. ورفع الفايدة تحديدا هو اللي بيضغط على الذهب، لأنه أصل مش بيدي عائد. يعني أحيانا شايف خبر إن في توتر عسكري كبير والذهب بينزل، مش لأن الذهب مش ملاذ آمن في الأزمات، ولكن المسار الأقرب للفايدة الأمريكية بقى العنصر الأقوى في المعادلة حاليا. وده أهم حاجة لازم تفهم عشان تقرأ أي خبر صح. النقطة التانية اللي معانا في الفيديو الفيدلاري بفايدته الجديدة. نقطة مهمة جدا ومحدش بيوضحها كفاية، إن البنك المركزي الأمريكي بقى له رئيس جديد من مايو 2026، وهو كيفن ووش معروف بنبرة أكثر تشددا تجاه التضخم. وأول اجتماع كامل ليه كان في 17 يونيو، وفيه البنك المركزي ثبت الفايدة في نطاق 3.5 3.75%. اللي لفت الأنظار مش قرار التثبيت في حد ذاته، ولكن محضر الفدرالي اللي نشره بعدها، وأظهر إن 9 من أصل 18 عضو في اللجنة بقوا يشوفوا احتمال رفع للفايدة قبل نهاية السنة، مقارنة بصفر أعضاء بس في مارس. وده تحول واضح في نبرة اللجنة، ده اللي خلى أداة فيوت ووتش اللي بتتابع توقعات السوق تتحرك بقوة. واحتمالات رفع الفايدة في اجتماع سبتمبر راحت لأعلى من 60% في بعض الأيام، مع إنها بتتذبذب الأعلى والأقل حسب كل بيان اقتصادي بيطلع. عشان كده الموعد المفروض تحطه في دماغك دلوقتي هو يوم الثلاث 14 يوليو، ولما هيطلع بيان مؤشر أسعار المستهلكين، أو ممكن نقول عليه التضخم الأمريكي لشهر يونيو. لو الرقم ده طلع أقل من المتوقع هيقلل احتمالات رفع الفايدة ويدي الذهب مساحة يتعافى. لو الرقم طلع مرتفع هيثبت المخاوف ويزود الضغط على الذهب في الأيام اللي بعده. مفيش حد يقدر يجزم بالظبط بالنتيجة قبل ما تطلع، وسبب إن أي توقع تسمعه قبل الرقم ده هو احتمال مش يقين. النقطة الثالثة اللي معانا في الفيديو توقعات البنوك المركزية، الصورة الكاملة. هنا أهم جزء في الفيديو، لأن في الأيام اللي فاتت في تقارير كتير بتتنقل من غير سياق، فخلينا نرتبهم كده زمنيا وبمصدرها بالظبط.
في تاريخ 1 يونيو مجلس الذهب العالمي أصدر تقرير نظرة منتصف العام، وقال إن السيناريو الأساسي هو تذبذب الذهب 5% زائد أو ناقص حوالين منطقة 4100 دولار، يعني تقريبا ما بين 3895 و 4305 دولار. ولكن في نفس التقرير قال إن لو حصل تصعيد جيوسياسي أو تراجع في مسار الفايدة، الذهب ممكن يتحرك تجاه 4500 دولار، وفي السيناريو أقوى ممكن يوصل لحد 5000 دولار. بتاريخ 3 يونيو بنك جي بي مورجان خفض توقعاته بشكل لافت من هدف قريب ل 6000 دولار كان معلن قبل كده لتوقع متوسط 4300 دولار للربع الثالث من السنة. وبالنسبة للربع الرابع كان بيقول إن ممكن يوصل ل 4500 دولار. البنك حذر كمان إن لو الدولار رفع الفايدة قبل الوقت المتوقع، الذهب ممكن يكسر مستوى ال 4000 دولار ويوصل لنطاق 3500 أو 3600 دولار. ولكن في نفس الوقت البنك أبقى على نظرة إيجابية طولت المدى لسنة 2027 بمتوسط متوقع 4775 دولار. بتاريخ 8 يونيو بنك اوف أمريكا خفض توقعاته لمستوى سعر الذهب لسنة 2026 بنسبة 14% من 5093 دولار ل 4360 دولار، وربط القرار مباشر بالتشدد الجديد من الفدلاري. ولكن البنك قال بوضوح إن لسه شايف إمكانية وصول الذهب لل 5000 دولار بعد ما دورة التجديد الفدرالي تنتهي. وفي تاريخ 9 يونيو بنك اتش اس بي سي خفض توقعاته هو كمان من 4864 دولار ل 4560 دولار لبقية 2026، ومن 5000 ل 4925 دولار لسنة 2027. في المقابل بنوك تانية زي جولدمان ساكس حافظت على توقع حوالي 4900 دولار لآخر 2026، وبنك يو بي اس ومورجان ستانلي لسه متوقعين حوالي 5200 دولار خلال ال 12 شهر، بشرط عودة تدفقات الاستثمار لصناديق الذهب بقوة. حتى ديوت واتش بنك اللي خفض نظرته للربع الثالث حوالي 4300 دولار زي جي بي مورجان لسه متوقع ارتداد للربع الرابع لمستوى قريب من 4800 دولار. يعني الصورة الحقيقية مش إن كل البنوك بقت متشائمة ولا كل البنوك متفائلة، ولكن إن في اختلاف واضح في القراءة على المدى القصير بسبب موقف الفدلار، مقابل اتفاق شبه عام إن النظرة الأبعد لسنة 2027 لسه إيجابية عند أغلب البنوك اللي خفضت توقعاتها للمدى القريب. والسبب اللي بيقولوه البنوك دي نفسها للتفاؤل على المستوى الأبعد بسيط جدا. الدين الأمريكي عدى حاجز ال 39 تريليون دولار، والمدفوعات الفايدة عليه السنة دي بس وحدها عدت تريليون دولار، وده عامل هيكلي بيدعم الذهب على المستوى الطويل بغض النظر عن قرار الفايدة. قاعدة مهمة جدا لازم تاخدها من الجزء ده: أي رقم بتسمعه لازم تسأل نفسك سؤالين: الأول إمتى صدر بالظبط، والتاني هو بيتكلم عن أنهي فترة زمنية، لأن نفس الخبر ده ممكن يتنشر تاني بعد كام يوم كأنه جديد مع إنه أصله أصلا قديم. وده اللي بيخلي الناس كتير تتلخبط. النقطة الرابعة اللي معانا في الفيديو: مين اللي بيشتري فعلا وسط كل اللي بيحصل ده؟ مقابل كل التوقعات دي في حركة فعليا بتحصل على أرض الواقع بعيد عن الكلام، وهي شراء البنوك المركزية. عندك مثلا بولندا كانت أكثر نشاطا في سنة 2026 كلها، اشترت لغاية أول الأسبوع ده حوالي 82 طن ذهب من بداية السنة، وده جزء من خطة معلنة للوصول ل 7000 طن إجمالي في احتياطاتها. والسبب المعلن رسميا من محافظ البنك المركزي البولندي هو اعتبارات جيوسياسية مرتبطة بموقع بولندا الحدودي، مش قراءة لحركة السعر اليومي. وبالنسبة للصين من ناحيتها البنك المركزي الصيني ضاف حوالي 15 طن ذهب في يونيو لوحده، وهو أكبر إضافة شهرية ليه من أكتوبر 2023، وده الشهر العشرين على التوالي اللي الصين فيه بتشتري بشكل مستمر. ورصتها إجمالي بقى تقريبا 2364 طن. وحسب استطلاع مجلس الذهب العالمي الأخير حوالي 89% من البنوك المركزية اللي شاركوا في الاستطلاع ده بيتوقعوا زيادة احتياطات الذهب العالمية خلال ال 12 شهر الحاليين. النقطة المفروض تاخدها من هنا إن البنوك المركزية دي مش بتشتري عشان تكسب في الشهر أو في شهرين زي المضاربين، هي بتبني احتياطات استراتيجية على مدار سنين، وده اللي بيخليها مستمرة في الشراء حتى لو السعر بيتراجع مؤقتا. وده دليل مهم ولكن مش دليل قاطع على اتجاه السعر القصير.
لأن قرارات البنوك المركزية بتتحرك بمنطق مختلف تماما عن حركة التداول اليومي. النقطة الخامسة اللي معانا في الفيديو: الذهب والفضة في السوق المصري. بالنسبة بقى للسوق المصري، سعر الدولار في البنوك المركزية استقر في الأيام اللي فاتت حوالي 49.65 قرش ل 49 جنيه 75 قرش. ده تقريبا على مستوياته من فترة. البنك المركزي المصري من ناحيته ثبت سعر الفايدة للمرة الثالثة في 2026، والتضخم السنوي في المدن تراجع للشهر الثالث على التوالي يصل ل 14% و3. حاجة تانية مرتبطة بالموضوع ده: البنك المركزي المصري أعلن إن قيمة رصيد الذهب ضمن الاحتياطي الأجنبي تراجعت لحوالي 16.8 مليار دولار بنهاية يونيو، مقارنة ب 18.8 مليار دولار في مايو. الفرق ده مش معناه إن مصر بتبيع ذهب، ولكن انعكاس لتراجع السعر العالمي للذهب خلال نفس الفترة على القيمة الدولارية للكمية المحتفظ بيها. وده مثال عملي هو إزاي تقلب سعر الذهب بيأثر حتى على تقييم احتياطات الدول، مش بس محافظ الأفراد. بحساب تقريبي بناء على السعر العالمي للوقية حوالي 4118 دولار وسعر الدولار الرسمي، فإن قيمة جرام عيار 21 خام وبدون مصنعية أو ضريبة هتقع ما بين 5750 ل 5800، والسعر ده طبعا بالجنيه. لكن السعر النهائي اللي هتلاقيه في أي محل بيضيف عليه المصنعية والضريبة، وده بيختلف من محل للتاني ومن مدينة للتانية. فمفيش رقم موحد ينفع نقول لك عليه إن السعر ده هو السعر الرسمي. والأدق من كده إن أنت لازم تتأكد من السعر في نفس يوم الشراء عند أكتر من محل قبل ما تقرر تبدأ تشتري، وقارن المصنعية لأن ده الجزء اللي بيفرق ما بين محل والتاني. آخر حاجة معانا في الفيديو وهو أسعار الذهب في السوق المصري. عيار 18 لو هتشتري 5525، لو هتبيع 4990. عيار 21 لو هتشتري 5860، ولو هتبيع 5820. عيار 24 لو هتشتري 6695، ولو هتبيع 6650. ودايما بنفكرك إن الأسعار بتاعتنا وساعة تسجيل الفيديو أسعار استرشادية. الخلاصة اللي أنا عاوز أقوله لك في الفيديو ده: السوق حاليا بيتحرك ما بين ملفين رئيسيين: الوضع في مضيق هرمز و... وقرار الفدرالي القادم، اللي أول اختبار ليه حقيقي هيبقى بيان التضخم يوم الثلاث 14 يونيو. البنوك الكبرى مختلفة في قراءتها القصيرة، ولكن متفقة تقريبا عن نظرة إيجابية لأبعد لسنة 2027. البنوك المركزية وعلى رأسهم بولندا والصين مستمرين في الشراء بغض النظر عن تذبذب السعر اليومي. كل الأرقام والأسعار المذكورة في الفيديو ممكن تتغير وبسرعة، وأي قرار استثماري سواء ذهب أو غيره هو مسؤوليتك، مسؤولية شخصية. إحنا بس بنديك الصورة كاملة. وفي الآخر لو عجبك الفيديو متنساش تشترك وتفعل زر الجرس وتضغط لايك، ولو عندك أي سؤال سيبهولي في الكومنت. شكرا ليك. سلام.